رحل منذ قليل الطفل الرضيع علي نجل الفنان محمد أسامة الشهير بأس عن عمر ينهز 3 شهور، ومن المقرر دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم. وكان أس احتفل بعيد ميلاد نجله الأكبر، موجها له رسالة في هذه المناسبة عبر حساباته على الفيسبوك والإنستجرام قائلا: ابني وصاحبي وحبيبي، كل سنة وانت طيب، ويا رب اشوفك انت واخوك علي احسن ناس في الدنيا، بحبكم قوي، وربنا يخليكم لبعض ويخليكم لماما حبيبتي. يشار ان أس شارك في الموسم الرمضاني بمسلسل 2 في الصندوق بمشاركة زميله حمد المرغلي، وشارك في بطولة كل من بيومي فؤاد وحجاج عبد العظيم وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى. إنا لله وإنا إليه راجعون، والبقاء لله يا أس، وربنا يجعله